لفائدة منتخب تنزانيا. انطلقت الجولة الثانية، الكل يترقب ما ستسفر عنه هذه الجولة الثانية. فرصة والهدف قلت أنه يعني هذا اللاعب توماس أوليمينغوي هو اللي دخل، هو اللي سجل الهدف، كرة طائشة. إذن أول تغيير وكيعطي الهدف لفائدة منتخب تنزانيا. نتابع مرة أخرى. كان الخوف من مثل هذه الكرات، يمكن تكون كرة طائشة كيضربوها اللاعبين ديال المنتخب الوطني، كتنزل أمام اللاعب أوليمينغوي، كان في وضعية جيدة للغاية، كيسدد بقوة في الركن الأيمن من مرمى الحارس نادي المغربي. ربما سيناريو ما كانوش كينتظروا اللاعبين المغاربه، الشيء اللي غادي يخليهم الآن يبذلوا مجهودات أكبر للبحث عن هدف التعادل، وبإمكانهم ذلك. إذن 1-0، هذا هو مسجل الهدف اللاعب توماس أوليمينغوي عند المنتخب الوطني. حمال كرة أمامية كترجع عند اللاعبين التنزانيين. فرصة لمنتخب تنزانيا، فرصة للمنتخب التنزاني، فرصة للمنتخب التنزاني، والهدف الثاني منتخب تنزانيا. وساماتا مبوانا ساماتا يسجل الهدف الثاني من خطأ المدافعين ديال المنتخب الوطني. يعني كان المنتخب الوطني يبحث عن هدف التعادل، فإذا به يتلقى الهدف الثاني. سيناريو لم يكن واردا بتاتا. نتابع مرة أخرى. خطأ ديال الدفاع، وكيمشي ساماتا وجها لوجه مع الحارس نادي المغربي في وضعية جيدة للغاية. هذا كان خطأ ديال لاعب يونس حمال. تمريرة في التغطية أيضا على الرغم من المحاولات ديال يونس بالخضر، ولكن ساماتا كان أسرع ويسجل الهدف الثاني لفائدة منتخب تنزانيا. نفس الشكل، تمريرات، ضربة خطأ، ولكن الحكم خلى كرة لفائدة المنتخب التنزاني، كرة والهدف الثالث للمنتخب تنزانيا. نعم، كانت أمور واضحة. ساماتا يسجل الهدف الثالث، 3-0 لفائدة تنزانيا. نتابع مرة أخرى. هذا هو الأسلوب اللي يصبحوا كيلعبوا عليه، هو التمريرات في اتجاه اللاعبين اللي سجلوا الهدفين بجوج، الأول والثاني، والهدف الثالث هما اللي خدموه بجوج. نشاهد مرة أخرى السرعة ديالو مع اللاعب شاكر، وكيمرر الكرة في اتجاه اللاعب ساماتا. ما وجدش صعوبة نهائيا في إيداع الكرة داخل المرمى. إذن 3-0 لفائدة المنتخب التنزاني. يمكن نقول أن النتيجة ربما تحسمت بشكل كبير لفائدة المنتخب تنزانيا.